خزان مخبة متخرن قالوا خند بتهاوي لن أرخى بتهمزمخ منه بس تملؤت بخرانة أو امتحانات تيلا بوايا جو أثرا خبيوة قيالوبا خبيوة أن يومانة ودي لنا أي كلاس تشتا شق أمرخ تينا بهدية بوارا قدنا بخرانة أكيد بدي مستقبلخ أرخدين منن إلى جستوديو هازر قد همزمخ باست داها أملوءة. نرحب بحضرتك أستاذ كاظم عليوي كاظم، معاون المدير العام ومدير الامتحانات السابق في مديرية تربية الكرخ الثالثة. صباح الخير ونورتنا بالاستوديو. صباح الخير واهلا وسهلا بكم، فرصه سعيده ان التقي بكم وبجمهوركم العزيز. شكرا لك. بدايه استاذ كاظم، تقييمك لجهود الحكومه في تطوير قطاع التعليم خلال السنوات الاخيره وبالتالي انعكاس هذه الايام بهذه الامتحانات الوزاريه اللي تجرى وخصوصا للمرحله السادس الاعدادي. اكرر شكر وتقديري لكم على هالاستضافه الجميله. حقيقة أنه وزارة التربية تعتبر من الوزارات الفقيرة، يعني التقييم لهذا نكون موضوعيين مو على مستوى الطموح، لأن مثل ما تعرفون أنه وزارة التربية يجب أن تكون هاي الوزارة من الوزارات السيادية، لأنها تعد شباب هم عماد مستقبل البلد قادم الأيام. لكن يمكن لو نجي نلاحظ رغم أنه الحكومة تشتغل بس قياساً للواقع العام، يعني كثافة عددية بالطلاب، قلة مدارس، حتى أنه المعلمين والمدرسين تعيينات ماكو، عقود على 300، هذا ما يواكب حقيقة التعليم اللي يريد ينهض به على مستوى أنه يخلق أجيال قادرة على بناء العراق، تحمل أفكار مستقبلية. فيمكن مثل ما يقول بالعامية شلون تلطش، هذه وجهة نظري، يعني أنه احنا نطلب من الحكومة أنه كثرة المدارس يكون هناك آلية للتعيين هاي الشباب، تعيين وليس عقود. يعني شاب يتعين له ب 300 دينار، وين هاي، وين يخليها؟ يعني شلون هذا يريد يقدم؟ شلون اريد منه اني كولي امر انه يقدم لابني معلومه صحيحه ويجي بنفسيه مرتاحه بكفاءة؟ ما يقدر، يعني 300 اسبوع ما تكفي الانسان. كيف هذا شاب شهر هو باقي على راتبه عقد، يعني يا ريت تعيين عقد. فحقيقه يعني انا اعتبر وزاره التربيه من الوزارات المنسيه بالحكومات السابقه ولا الحكومه الحاليه. هل هنالك خطط واستراتيجيات تم وضعها من قبل الوزارة في المستقبل القريب من أجل النهوض طبعا بالتعليم؟ أستاذ، هي بعد كل سنة دراسية تعقد الوزارة اجتماع مع الكوادر المتقدمة بالوزارة وتنظر السلبيات والإيجابيات وتحاول أنه الإيجابيات تخليها بديمومة، في حين أنه السلبيات حاولت معالجتها. طيب شنو هي الخطوات القادمة اللي ممكن برأيك اللي ممكن أنه تعمل عليها الوزارة من أجل التطوير يعني أكثر وأكثر؟ احنا لا خلينا يعني نكون منصفين، الوزارة يعني من فردة ما تقدر تسوي، هاي سياسة دولة. يجب أن تكون هناك وزارة التربية لها استقلاليتها التامة، لها ميزانيتها، تكاد تكون انفجارية حتى تلم بكل متطلبات العملية والنهوض بالحالة العلمية للتلاميذ والطلاب، ويعني ودفعهم نحو ما يطمحون إليه. أما ما أنه أنا سأبني لي مدرستين هناك وأسوي لي عقود فد 300 واحد أعين، هذا ترقيع. احنا نتمنى أنه يكون هناك فد خطة مرسومة وقرارات واقعية تحاكي الواقع حتى نهوض بالعملية التربوية والعلمية للشاب العراقي، وإلا هذا ترقيع. يعني ما أنا أتعاقد لمعلم أو مدرس ب 300 ألف ونقله على غير منطقته والشعبة بها فال60 طالب، وهذا يعني والدوام مش زواج اكو مدارس دوامها ثلاثي. طيب شلون راح يستفاد هذا الطالب؟ ايش ياخذ؟ شنو اللي ياخذه؟ شو يحصله؟ هذا انا اعتبره ترقيع. فنتمنى يعني انه ينظر لهاي الوزاره
نظرة فاحصة، نظرة أنه تكون وزارة التربية وزارة سيادية من كل النواحي، وبالخصوص الماديات مالتها. كيف تعالج الدولة مشكلة تسرب الطلبة من المدارس خصوصا في المناطق النائية أو الفقيرة يعني أو الشعبية يعني؟ احنا هنا يمكن رئيس الوزراء اتخذ العودة للتعليم، بس قبل هذا خلينا يعني ندرس حالة الطالب، ليش دا يغيب؟ ليش دا يصير هالابتعاد عنه؟ هناك اكو عوامل مادية، عوامل بيئية، واكثرها يعني هي الظروف المادية تخلي الطالب انه او ولي امره غير قادر على انه استمراره بالدراسة. يعني تعرف انت هناك مستلزمات للطالب، لكن رئاسة الوزراء متمثلة بالسيد محمد الشاعر السوداني أخذوا خطوة جيدة بإعادة إعادة للتعليم، فراحوا شكلت كل تربية فرق جوالة للتلاميذ والطلاب اللي هم تركوا الدراسة. الغرض منهم أنه يدرسون الحالة ما هي أسباب عدم استمراره بالمدرسة، ويحاولون يقللوها وعادته إلى صفوف الدراسة. نعم، يعني جاءت بنتائج جيدة أكيد هذه الخطوات. أي بالتأكيد بالتأكيد، يعني آلاف التلاميذ والطلاب رجعوا. نعم. طيب نحكي شوي أستاذ عن الامتحانات الوزارية خصوصا حاليا للسادس الإعدادي، يعني شنو هي الإجراءات المتخذة لضمان شفافية هذه الامتحانات وإجراءها وانسيابيتها أيضا؟ الوزارة يعني من وقت مبكر تطلب من المديريات العامة تهيئة اللجان الفرعية لغرض الاستعداد للامتحانات الوزارية. المديريات تشكل اللجان الفرعية، وهاي اللجان الفرعية تطلع للمدارس اللي هي راح تعتبر مراكز امتحانية وتدفع حصها، يعني من ناحية الكهرباء، قربها على الشوارع، محاولة توفير الماء والثلج، هاي استعدادات الوزارة. ولذلك نشوف احنا يعني من ضمن التعليمات انه تكون هاي المدارس معزل عن اماكن الضوضاء، او يعني لا تكون بسوق، لا تكون المكان مزدحم، حتى هذا لا ياثر بالاخير على الطالب اثناء جلوسه بالقاعه الامتحانيه. يعني يطلعون قبل فتره، خلينا نقول هذه اللجان يمكن قبل كم يعني اشهر او بفتره مقاربه للامتحانات، يعني يطلعون حوالي بالشهر الثالث الرابع يتفحصون، يعني يفحصون مثلا المركز الانتخابي. صح. يدخلون يشوفون اهليه هذا المركز لاجراء الامتحان. يعني اكو بعض الطلبه يمكن خصوصا السادس الابتدائي يعني ربما كانت بعض المراكز الامتحانيه اجواء حاره لربما يعني كهرباء او هذه الامور. شوفي ست، احنا هنا بالابتدائيه يعني تختلف عن موضوع امتحان المتوسط واكثر بالنسبه للاعدادي. الابتدائي تعرف طالب هذا تكون المدارس دائما قريبه على دار سكناه، ولذلك تطلع هاي اللجنه الفرعيه من الشهر الثالث تحاول شك ونقص بالمدرسه اللي راح تكون هي مركز امتحان للطالب تعالجه. يعني والتربيه يعني حاولت تخلي امتحانات السادس ابتدائي يعني بالشهر الخامس حوالي 18 20، لان هنا تقريبا يكون الجو يعني معتدل نوعا ما. ولذلك هاي اللي قلت لك اللجان الفرعيه من راح تطلع على هاي المدارس يشوف تتفحص يعني الكهرباء مثلا، المراوح تشتغل، اذا اكو مبردات. في حين بالمتوسطه ممكن انه الطالب ينقل من مكان الى مكان ابعد، لان هذا في حاله طالب يعني نوعا ما اكبر منه بالابتدائيه. وكذلك هاي اللجان هم تتفحص مراكز المتوسط. اما الاعدادي فبالكليات على اعتبار الكليات متوفره المولدات العملاقه والتيار الكهرباء متواجد. ولا يفوتنا انه اني اشكر وزاره الكهرباء، لان حقيقه انه هناك مجموعه عوامل مساعده، وزاره الكهرباء، الداخليه، الدفاع، لان الامتحانات هو مستقبل بلد. يعني مو طالب يؤدي الامتحان. نعم، هو ردت اسال حضرتك انه هل اكو هناك تنسيق بين يعني وزاره التربيه وايضا الوزارات الاخرى المتعلقه مثل وزاره الكهرباء مثلا بخصوص هذا الموضوع؟
اي بالتاكيد. يعني وزاره الكهرباء والداخليه يعني يجرون خطه عمل من اجل هذا الموضوع. هذه تعقد اجتماعات قبل الامتحانات، او يعني تتبادل حتى ارقام الهواتف بينهم. نعم. بين اللجان الفرعيه والكهرباء والداخليه والدفاع، حتى نقل الاسئله من والى يرافقها. نعم. الشرطه كذلك الكهرباء يعني تتصل وين ما يصير قطع، ممكن يتصل يقول يابا قطع عندنا بالمحله الفلانيه، اعاده التيار الكهربائي. هاي كلها من يقوم بها اللجان الفرعيه داخل المديريات، حتى من تطلع تهيئ وجهد الامكان بيئه نوعا ما حسنه حتى الطالب يقدم امتحان. نعم، هذه الاجراءات موجوده في جميع المحافظات لربما، يعني عفوا جميع المناطق، اذا نقدر نحكي على بغداد مثلا، ولربما جميع المحافظات بكل تاكيد. استاذ انا قلت لك هذا توجيه من الوزاره علما للمديريات، يعني تكافؤ في بالضبط جميع المراكز. يعني هذه اذا كان هناك تقصير من مديريه فيتحمله المديريه، تتحمله واللجنه الفرعيه. هذا توجيه من الوزاره يجي قبل فتره، وتشكل داخل المديريات هاي اللجان الفرعيه. واجبها اللجان الفرعيه تطلع على المدارس اللي راح تكون هي مراكز امتحانيه. اول ما تشوف يعني التيار الكهربائي، المراوح، الرحلات، موقع المدرسه من المكان على ان يكون سهل الوصول اليه، يعني مو مكانات مثل ما قلت لك مزدحمه او سوق، حتى تحاول توفر فد بيئه هادئه للطالب لاداء الامتحانات. نعم. طيب استاذ، في حال رصدت حالات غش كيف يتم التعامل مع هذه الحالات؟ هنا احنا عندنا الغش ما شاء الله انواع. يعني اصبح الغش الورقي يعني ما حد يستخدمه، اكو غش الكتروني. والغش الالكتروني الوزاره خلت فد اجهزه مضخمه للصوت، بحيث يعني عن بعد 20 متر يكشف هذا الطالب. اضف الى ذلك هناك يعني توجيهات للمدير والمعاونين يفتشون الطالب قبل ما يدخل، وبعدها المراقب يفتش الطالب الى ان يقعد على الرحله. في حاله تم ضبط الطالب داخل القاعه الامتحانيه ويحمل هاي الاجهزه الغش، يعتبر هذا يصفر الدفتر مالته ويعتبر راسب بكل الدروس. ومن خلال قناتكم احنا نتمنى من ابنائنا الطلبه ان يبتعدون عن هاي الظاهره، لان هو راح يضحي مستقبله. احنا عندنا خاصه السادس اعدادي نظام الاعاده، يعني الطالب ممكن انه ما عندنا رسوب، ممكن اذا رسب كل الدروس ممكن يعيدهم الدور الثاني. نعم. بس في حاله الغش يعني يحرم من دور اول ودور ثاني ودور ثالث. فمن خلالكم نتمنى انه الطالب يبتعد عن هاي الوسائل. اللي ربما انه هذا ما يعرف الدرس، ممكن يجوز الدور الثاني الله يوفقه به. احسن عنده فرصه ثانيه وثالثه. بالضبط، احسن ما ينحرم من كلهن. نعم. التحديات الامنيه واللوجستيه التي تواجه تنظيم الامتحانات، يعني مثل ما قلت لك هاي يعني فشي عام مو خاص. يعني تعرف التيار الكهربائي بالامتحانات له الثقل الاكبر، لأن الطالب من يقعد يجب أن يتوفر له جو هادئ مريح حتى يجمع أفكاره ويجاوب بصورة سلسة ومرتاحة. احنا نعاني من انقطاع التيار الكهربائي الدائم من الأبنية يعني نوعا ما القديمة. فلذلك يعني أنا وجهة نظري وأتمنى هذا يكون ثابت، أنه الطلاب يمتحنون بالكليات، لأن الكليات تعرف أول مرة راح يكون مجمع للطالب، بعدين اكو عندهم مولدات عملاقة، وبهذا راح يفيدنا أنه إذا انقطع التيار الوطني ممكن الاستعانة بالتيار المولد. في حين بالمدارس ما تلقى هاي الأشياء، يعني ما تلقى مولد عملاقي يوفر لك تيار كهربائي كان يكون على فد 8 مبردات أو 16 مبردة خلينا نقول، أو سبالت بالهاي. لذلك الامتحانات بالكلية مو بس توفر هذا الجو، حتى تخلي نوع من الإحساس هذا الطالب أنه باقي له 7 أيام يجيب هذا أجواء مال الكلية، نوع من التحفيز والتشجيع أنه أنا أخلص 7 أيام احتمال أجيب هاي الكلية، أنه تغيير عليه نوعا ما. هاي وجهة نظري. أما أكو مثل بعض التربيات لا متوجدة، يعني متوفر التيار الكهربائي الدائم،
أجهزة التبريد، فلا بأس أن يمتحن الطالب. نعم. طيب استاذ كاظم، ما بعد نتائج الامتحانات، يعني بدنا نحكي احنا بعد مستقبلا كم اشهر وبعد ظهور النتائج، تقومون بالتواصل مع الطلبه لاختيار التخصص المناسب لهم؟ لا، هاي اذا تسمحي لي، يعني هذا هنا الطالب وولي امره. نعم. يعني مثلا يعني كتوجيه من حضرتكم بكونكم اكثر خبره يعني اذا تسمحي لي، هنا سؤالك بشطرين، اكو نعم. متوسط واكو اعدادي. الاعدادي مثل ما تعرفين اكو التعليم العام ينطي فد يعني سيستم انه الكليه تقبل معدل من الدرجه الى الدرجه، هاي ما حد يتلاعب به. اما بالنسبه للصف الثالث متوسط، فهاي تعتمد على الطالب هو نفسه واولياء امره، انه هذا يريد اعداديه، هذا يريد صناعه، هذا يعني هاي المجالات اللي من يخلص من الثالث ويروح. بس انت لا تسمحي لي، اكو بعض الدول لا، يعني الطالب من ينجح بالصف الثالث شوف تعتمد، وهاي قبل كنا مسويها، يعني اكو مثلا يروح تعليم مهني، وهذا يروح مثلا المعدل مالته علمي، هذا ادبي. نعم. لكن بالفتره الاخيره بقت هي اختيار الطالب. نعم نعم. طبعا يعني بالنهايه استاذ، عندك سؤال اخر جاك يعني تحب تساله؟ شكرا جزيلا. لا بالعكس، احنا يعني حقيقة المعلومات قيمة. ونتمنى من أولياء الأمور طبعا وطلبتنا الأعزاء أن يستفادون من هذه المعلومات. شكرا جزيلا أستاذ. نعم. الدكتور الأستاذ كاظم عليوي كاظم، معاون المدير العام ومدير الامتحانات السابق في مديرية تربية الكرخ الثالثة، شكرا لوجودك ويانا. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي بفرصة أخرى. شكرا جزيلا. أكيد. وبالنهاية احنا نتمنى كل الموفقية لطلابنا الأعزاء، وأكيد إن شاء الله بالتوفيق للجميع ولمستقبل أفضل.